بسم الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا شوفوا بقى عملنا الفطار السريع الجميل ده ازاي. فراخ وبطاطس ورز. التتبيلة دي يا جماعة أول مرة أعملها، بجد جميلة جدا ما شاء الله. معايا فرخة ومعايا بصلاية مبشورة ومعلقة زبادي كبيرة حلوة، يعني كده نص كوباية الزبادي ونص كوباية برتقان، نص كوباية عصير برتقان. وده بشر برضو معلقة كده معايا من البرتقان، بشر برتقان. وطبعا التوابل زعتر وفلفل اسود فصين توم ملح بابريكا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. التتبيلة دي جميلة جدا واول مرة اعملها. انا كل ما اشوي معاكم فراخ بعمل تتبيلة جديدة، بفضل ادور على التتبيلات اللي هي من الاخر. ما شاء الله كانت بجد جميلة جدا، جربوها يا بنات. وحبة خل، معلقة خل يعني كده، وزيت عشان طبعا ده شوي مش داخلها اي دهون، ومعلقتين صلصة ومعلقة كبيرة صلصة طماطم أو معجون طماطم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالله عليكم تشوفوا لي الفيديو، المشاهدات واقعة عندي والله العظيم، بجد أنا بحزن عشان الواحد بيتعب وربنا اللي يعلم. شوفوا لي يا حبايبي الفيديو أقل حاجة 3 دقايق منه عشان خاطر المشاهدة. وطبعا الفراخ نجعة من الصبح، أنا أصلا تبلت الفرخة من الليل، يعني كان عندي وعملتها من الليل. معلش على الخبط والرزع ده، آسفة والله. وتفتحي الفرخة بتاعتك أو الفرختين أو المقدار اللي انت عندك، احنا عارفين أسرة صغيرة وبنعمل الأكل على قدينا والحمد لله يعني. هفتح كده الفرخة كده معايا كلها عشان تشرب من التتبيلة الجميلة الروعة دي ما شاء الله. بعد كده هتكب عليها، وأنا سبتها بقى لتاني يوم. ايه. بس سبتها بقى ايه كده في التتبيلة دي من بالليل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل سنة وانتم طيبين وبخير كلكم يا رب، كل الأمة إسلامية ومسيحيين وكل العالم يا رب يعود على الناس كلها بخير يا رب وسعادة. جربوا بقى التتبيلة بتاع أم أحمد دي جميلة. بس وكده ده تاني يوم بقى وأنا بعمل الفطار. هنحضر بقى الفطار، حطيتها في الصينية بتاعتي كده، وعشان طبعا الفرخة كانت سمينة معايا شوية اهي، خدتها غلوة للأمانة على البوتاجاز كده. لا إله إلا السلام خربين الدنيا. الحمد لله يا رب. خدتها غلوة على البوتاجاز. طبعا هتكب التتبيلة دي بصي. بس خدتها بقى ايه 10 دقايق على البوتاجاز عشان خاطر الفرخة تبقى مستوية وجميلة معاكي، ما يبقاش فيها أي حاجة أبدا. لما تفتحي الحتة كده بتاع لحمة الصدر كده تلاقيها مستوية. خدتها 10 دقايق وكنت مولعة الفرن، وبعد كده حطيتها في الفرن كملت التسوية بتاعتها. في الآخر خالص طبعا عملت عليها الشواية 5 كده عشان تديها لون لحم. وده بصل وفلفل، هنعمل نص الكمية، نص البصل ونص الفلفل، ومعانا يعني 4 أو 5 حبات طماطم. أنا مبحطش للبطاطس طماطم كتير. ومعايا كده معلقة سمنة هنشوح بيها بقى ايه الخضار بتاعنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. المفروض إن أنا كنت حطيت البصل والفلفل، بس الصيام بقى عامل عمايله، لو إنه والله العظيم الحمد لله يعني. لا إله إلا الله. وهنا نشوح بقى الخضار بتاعنا. والمفروض إن أنا أحط الخضار، أحط البصل أشوحه والفلفل، نسيت وحطيت البطاطس، بس في الأول في الآخر كله هيتعامل مع بعضيه، يعني عادي يعني مش مشاكل. لا إله إلا الله. ده كيلو بطاطس على فكرة. هي أصلا يعني البطاطس الفراخ المشوية يتعمل جنبها يا محشي يا بطاطس في الفرن. بس صينية البطاطس بتبقى جميلة، وحطينا كده البصل والفلفل مع البطاطس كده، وتديها التشويحة دي بتخلي صينية البطاطس جميلة جدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. البيبان على فكرة مش عندنا والله، ده بره، ده الجيران والله. الخبط والرزع ده كله ربنا يهدي يا رب الناس.
تشربوا حاجة كده. وفص الثوم ده برضه بيخلي صينية البطاطس جميلة، وجربوا أحلى صينية بطاطس. مش عارفة ألاقيها منين والله ما عارفة ألاقيها منين ولا منين، وأنا بسجل الفيديو مش عارفة. لا حول الله يا رب، إيه يا عم ده مش فيديو ده بسجله. اضحكي يا آية اضحكي. ما لا تضحكي عليا مش عارفة أسجل الفيديو. بس والتوابل البابريكا، بهارات مشكلة اللي هي ال7 بهارات دي جميلة جدًا ما شاء الله فيها كل حاجة، وأنا عاملاها على إيديا. وفلفل أسود وملح. وكده خلاص. هنحط. يا الله! والنبي تطلع يا آية تقولي لهم بطلوا خبط ورزع في البيبان. حاولي أنجز أهو اللي شغالة، أنا مالي أنا. خلاص يا جماعة يعني أعمل إيه يعني؟ بس وزودناها شوربة، على طول عندي الشوربة في الفريزر باطلعها كده وأفكها وأعمل بيها كل أكلي، لما أكون هشوي فراخ يعني. الحمد لله يا رب. إيه يا عم ده؟ وده طبعًا رز بشعرية عملته معاكم قبل كده، كلكم شطار وزي الفل. والله العظيم أطلع أتخانق أنا وهما بقى المرة دي، بجد هيكسروا البيبان، عاملين إزعاج. بس عملنا رز بشعرية جنب البطاطس، وكان أكل سريع وسهل. الله يسامحكم الله يسامحكم. أنا مش هافصل فيديوهات تاني عشان 15 مرة أفصل الفيديو وأنا بسجل. والله العظيم خلاص ربنا يسامحني على الناس اللي بتعمله ويسامح ويعين الناس. والأكل خلص الحمد لله. فراخ طلعت أهي في منتهى الجمال. وده كان ساعة المغرب وهو بيأذن. جربوا الفراخ دي بجد كانت جميلة جدا تحفة. لا حول ولا قوة إلا بالله. والبطاطس أهي ما شاء الله جميلة، والرز بشعرية روعة. مش عشان أنا اللي عاملاه والله. والله بسبب الأكل ده أنا ما بعرف آكل عند أي حد خلقه ربنا من الآخر كده. بس وآية كانت بتغرف الرز، وما شاء الله وألف هنا وشفا للي أكل.